وسيتم الآن إزالته من الأعلى. ما في أي ترابط، شايفين؟ ما في أي ترابط نهائيا، البلوكة مفصولة تماما عن الجدار. شوفوا هنا عندنا العمود هذا بينه وبين هذا حوالي 2 متر، وبعدين بعده عمود على طول بينه وبين اللي بعده حوالي 4 متر وإلى أعلى، ما في لهم داعي. استخدم أكياس السمنت لسد الفتحات ما بين الخرسانة وما بين البلوك. الآن لما تم إزالة البلوك ظهرت المصايب المتنتنة. شوفوا رداءة التنفيذ في المسبح بشكل غير عادي، سيء جدا. الخرسانة سيئة، الملوحة بدأت تنتشر في الخرسانة لأنه أكيد ما استخدم فيها سيكا ولا وسيلة. المسافة من العمود هذا إلى العمود اللي هنا حوالي 7 متر، ومزروع عمود في النص في الأعلى. شايفين العمود هذا في الأعلى. هنا تم صب هذا الجزء من الارتداد. نلاحظ انه ايش البلاطه اللي صبت ما هي ماسكه مع الجسر نهائيا، صبت فيما بعد. هنا نلاحظ السلم انتهى، عندما انتهى المفروض انه هنا في جسر مقلوب، هنا ما سووا جسر مقلوب، الله يهديهم. شوفوا هنا اعلى قائم كم؟ اعلى قائم حوالي كم؟ 24 سم، هذا غلط طبعا. والقوائم اللي تحت 15 سم. شايفين الغبا مركز؟ طبعا التعشيش حدث ولا حرج. سماكة الدرج الشاحط كان 9 سم، شايفين 9 سم. حسبي الله ونعم الوكيل. لا يوجد أي ترابط بين البلوك بين الجدارين مع بعض. لاحظوا كل واحد مفصول عن الثاني تماما، بس كحلة بشوية خلطة في الركن وخلاص. طبعا هنا تم سد الفتحة ولم يتم عمل اشتراك بين البلوك السابق والبلوك اللاحق. لاحظوا برواز تماما مفصول، بكرة تشرح مع الياسة حتى لو سوى لها شب. شوفوا هذه توصيلة العمود، كيف فصلوا العمود، توصيلة مائلة ورايحة عن العمود الذي بالأسفل. لاحظوا، حسبي الله ونعم. لاحظوا هنا سدة الفتحة أو صغر الشباك، شايفين طريقة السد، ما في أي ترابط، وكل بلوكة رايحة عن أختها. شوفوا هذا جسر خرسانة عادية بس كان تحته جدار ويزيل الجدار. الجسر واخذ شكل حرف ام، ما في جسر عادي ياخذ شكل ام يا طويل العمر، هذه كارثة. السؤال السفلي فين رايح؟ حيجي كذا مستحيل، والعلوي كيف حيروح؟ نفس الشكل نفس الفكرة. طبعا هذا خطأ، هذه جريمة، يعني جريمة يعدم عليها المقاول فورا. هذا الجسر الساقط يبدأ هنا في العمود وينتهي على اللاشي الهواء. ينتهي في الهواء، يعني كارثة، الجسر ينتهي في الهواء. شوفوا هذه دورة المياه، شوفوا كم الهبوط، كم الهبوط عندنا كم. هذه الهبوط كم؟ 5 سم 6 سم. هذه بلاطة عادية، نلاحظ الجسور انتهت داخل البلاطة العادية، يعني بدل الجسور ما تحمل البلاطة، البلاطة رجعت تحمل الجسور، وهذه مشكلة وكارثة. طبعا ما لم يأتي عليه الطوفان أتى عليه السباك. تلاحظوا كسر المجرم. هذه الغرفة كبيرة ما شاء الله عليها، المفروض أنها تستخدم فيها فلات سلاب أو هرجة عشان ما يصير فيها ترخيم أو تقوس مستقبلا من المنتصف، وغلط استخدام بلاطة. طبعا الكهربائي جزاه الله خير مشى بعد السباك حذو القذة بالقذة، وكلهم يكسروا في الخرسانة. شوفوا هنا البلوك مفصول عن بعض البعض، بلوكتين بلوكتين بلوكة، ولا هي مترابطة مع الجدار كمان، بس أهم شيء إنه يمشي الحال، يمشي العمل. شوفوا كمية التعشيش. شايفين؟ شوفوا في الاستراحة منتصف الدور، الاستراحة في الهواء، ما في أي شيء ماسكها، بس محمل على البلوك والله يستر. لاحظوا في الهواء تماما أهو. الخرسانة لا تحملها إلا خرسانة، الخرسانة ما يحملها البلوك يا سادة يا بشوات. شوفوا 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 اهو. لاحظوا هنا الكانات، كانت الجسر باينه والدكام خشبيه، يعني ما في اي غطاء خرساني. شوفوا الجسر من هنا حوالي 80 سم ماشي بين الاعمده، وصل للعمود هذا ورايح للعمود اللي بعده. لما راح العمود اللي بعده صار من 80 الى 40 صغر فجاه. هنا عندنا جسر مقلوب، شايفين الجسر مقلوب ماشي 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 ماشي، فجأة انتهى، فجأة تلاحظوا انتهى. تمام، ايش اللي صار مدري. شايفين الجسر المقلوب هنا ارتفاعه كم؟ 20 سم، ال20 سم هذه ستتغطى مع العازل الحراري والعازل المائي للسطح الاخير، وكأنك يا ابو زيد ما غزيت. الارتفاع المثالي للجسر المقلوب
حوالي 40 سنت، ولكن 30 سنت قد تمرر. شوفوا الحلو هذا، سد الفتحات، وهنا اخر بلوكه خلاها بالمعكوس، حتى ما سوى اشتراك. المفروض اخر بلوكه كمان يعبيها خلطه حتى لو قلبت. هنا جزاه الله خير سد اخر فتحه بايش؟ بلوك معزول. شايفين الحلو هذا؟ ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. شوفوا الجسر هذا بدأ من عند العمود هذا الجسر، مشى 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 مشى، المفروض ينتهي على عمود. انتهى فين؟ في المشمش، انتهى على لا شيء. أشاير الشمعة ولا أعمدة السترة مفترض أنها تختفي، أنها تغمر داخل كورنيش السترة، بحيث أنه إيش تحصل على غطاء خرساني ما تترك. الذي محيرني أنه الحمام هذا فيه ماسورة المطر جاية من السطح وبتصب داخل الحمام. شايفين الكوع هذا؟ ليش كذا ما أدري. إيش الفكرة ما أدري. يعني تخيلوا أنت في الحمام والدنيا مطر. تجيك الموية من السطح. شايفين التأسيس هذا؟ الماسورة فيها ميل وانحدار شديد. الانحدار هذا خاطئ جدا. شايفين الميل الشديد والانحدار الشديد؟ خاطئ. ليش؟ الانحدار يجعل المياه تمشي والفضلات الصلبة تظل مكانها، وهذا خطأ. أصلا التأسيس بالطريقة هذه خطأ، ما سوى هبوط وأسس أعلى الصبة. كم حتدفن هنا؟ كم راح تدفن هنا؟ يعني تخيلوا عشان ندفن إلى هنا، تقريبا إلى هنا، تمام؟ يعني حندفن حوالي 20 سم 25 سم، وهذه جريمة. وانت ماشي ودك تدخل تحصل امامك المواسير، امامك في وجهك. امام الباب. ليش حط المواسير هذه منزلينها من السطح لهنا ما ادري. شايفين؟ هنا استخدمت اعتاب جاهزه، وهذا خطا. المفروض تصب الاعتاب في الموقع، ما تستخدم اي اعتاب جاهزه يا طويل العمر. شوفوا هنا في الستره في هذا المكان طلع شمعه، طلع عمود، بس ما طلع جسر مقلوب بالاسفل. تلاحظوا العمود طلعه الى اعلى الستره اهو. هنا شوفوا لاحظوا الاشاير هذه، الاشاير المفروض ايش؟ ما تترك كذا داخل البنيان، لا كان المفروض انها ما نحتاجها ننهيها داخل صبة السقف بحيث تحصل على غطاء خرساني. شوفوا هنا استخدم الزرجينة اهي، الزرجينة في كل النجارة وتركها وما شاء الله يهدي. الاسياخ هذه عن ترك خشبه في كل مكان، ما تعب نفسه يشيل الخشب، واللي ما عرفوا يطلعوه النجارين سابها، وعلى المشطب الله يعينه. احلى شيء انه استخدم شنفر في اركان الاعمده، الله يجزاه كل خير. شوفوا الشنفر الشطفه هذه اللي في الاركان، يعني هذا احسن واحد. شوفوا اسلاك التربيط اللي استخدمها في تامين النجاره في كل مكان. طبعا هنا قص حديد الميدة علشان يزيد ارتفاع المدخل، وهذا غلط. من المفترض انه يخفض ارتفاع الميدة. شايفين الدور الاخير منحرف عن الدور هذا، تلاحظوا الانحراف؟ ما ادري تطلع الكاميرا ولا لا. تلاحظوا الرطوبة بدأت تصعد في الميدة، لانه الميدة لم تعزل والملوحة الان بدأت تؤثر فيها. شوفوا لاحظوا هنا الدور الاعلى غاطس عن الدور الاسفل، الدور الاعلى غاطس للداخل، تلاحظوا من المكان هذا غاطس للداخل. شوفوا مهندس عدنان، ايش رايك بحالة المبنى التي تراها؟ مأساة يعني. مأساة طبعا. تنصح بالتعامل مع هذا المقاول؟ لا طبعا. طيب ايش تتوقع السبب لهذه المشاكل التي تراها في المشروع؟ عدم وجود اشراف هندسي. هذا السبب الاول والرئيسي. والاخير؟ والاخير اكيد. الثقة المطلقة في المقاول تعطي مثل هذه النتائج، حتى لو وصفوا لك قريب لك او صديق انه لا يعلى عليه، لابد من اشراف هندسي. طبعا هذا ما رأيناه، هذا الظاهر، وما خفي كان أعظم، وهذا على عجالة. ربما لو طولنا في المشروع لوجدنا ملاحظات وملاحظات، فعظم الله أجر. سعدت اليوم بلقاء المهندس غانم الحربي من الكويت. حي الله بنيانا وجعلت البركة. الله يسلمك، حياك الله وحيا الله. سأخذ عينات عشوائية من ردود المتابعين حول موضوع اليوم، فتفضلوا هذه هي.